أول رد من حورية فرغلي على جدل علاقتها بحسن شاكوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. صلى على رسول الله ويلا نشوف قصة حسن شاكوش وحورية فرغلي. ردت الفنانة المصرية حورية فرغلي على الشائعات التي طالتها خلال الساعات الماضية وعلاقتها بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، والتي فجرتها طليقته ريم طارق بعد تصريحاتها الأخيرة حول أسباب الانفصال. ونفت حورية فرغلي في أن تكون هناك سابقة معرفة بينها وبين شاكوش الذي لا تعرفه بشكل شخصي. وقالت حورية فرغلي في تصريحاتها: لم يسبق لي في حياتي رؤية حسن شاكوش ولا تجمعنا أي علاقة من أي نوع، وسمعت تصريحات طليقته، ولكن ماذا حورية فقط؟ هناك الكثير من الأسامي التي تحمل حرف الراء كثالث حرف في الاسم، مثل شيرين مثلا. ليس من طبعي أن أصاحب أي رجل، بالتالي الأمر ليس منطقيا أن أرافق رجل متزوج، مع احترامي لشاكوش، ولكن أنا لا أتدخل مع هذه الأمور. حتى أغنية بنت الجيران التي أسمعها له لا تحمل صورته. وأثارت ريم طارق طليقة حسن شاكوش والتي طلقها غيابيا جدلا واسعا بتصريحاتها خلال ظهورها في برنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة. وإذا تحدثنا عن الخلافات بينها وبين طليقها، وقالت ريم طارق إنه من ضمن الخلافات التي وقعت بينهما كانت خيانته لها بصورة فجة مع فنانة شهيرة تعاني من مشكلة صحية، والحرف الثالث من اسمها ر، لتثير الجدل حول اسم حورية فرغلي والتي تعاني من أزمة صحية منذ فترة. وأضافت: في وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها، كانوا مع بعض وقاعدين يضحكوا حلال عليها، والحرف الثالث من اسمها هو الراء. فضلا وليس أمرا، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.